أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء، بل إلى هذه السهرة الفنية التي نأمل ونرجو إن شاء الله أن تحظى برضاكم وأن تقضوا مع هذه السهرة الفنية وقتا سعيدا ممتعا. على كل، سهرتنا الفنية لهذه الليلة سنقضيها بإذن الله مع فنانة عربية من المغرب الشقيق. هذه الفنانة ساهمت في تطوير الفن العربي إلى حد كبير، وعرفها القاصي والداني من المعمورة، عرفت في مصر، عرفت في الخليج، عرفت في المغرب، في كل مكان. في عام 1973 كنت أتجول في أحد أحياء الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وكان كل حانوت ينبعث منه صوت آلة تسجيل. هذا الصوت بصوت هذه الفنانة التي سنلتقي بها في هذه الليلة. كانت أغنية شائعة في ذلك الوقت في عام 73، أي منذ أكثر من 8 أو 9 سنوات. كيفاش تلاقينا؟ سؤال ما عرفت جوابه، أول ما فتحت قلبي لقيتك في بابه. صاحبة هذا الصوت أو صاحبة هذه الأغنية هي سميرة بن سعيد التي نلتقي معها في سهرتنا هذه. مرحبا بك أخت سميرة، ونرجو أن تكون تحيتك للأخوة المشاهدين في عمان مقطع من هذه الأغنية بالذات، هذه الأغنية القديمة، وثم سنتحدث عنها طوالي يعني طوالي كذا. كيفاش لقينا؟ سؤال ما عرفت جوابه. كيفاش لقينا؟ سؤال ما عرفت جوابه. أول ما فتحت قلبي لقيتك في بابه. أول ما فتحت قلبي لقيتك في بابه. وحيد سلمنا أرى في القلب أحبابه. يا أول حبي، يا أول حبي. الله الله. إذن هذه كانت أول حبك يعني. هل هذه كانت أول أغنية عاطفية تغنينها أيضا؟ إيه، أنا غنيت قبلها طبعا أغاني خاصة بي، لكن كانت كلها أغاني يا قومية عن وطني أو عن أغاني دينية، سواء مثلا في مناسبة رمضان أو الأعياد الدينية على العموم يعني. لكن لقاء كانت أول أغنية عاطفية اسمها لقاء. هذه الأغنية لقاء ما زالت موجودة على أشرطة، على اسطوانة، لأنه اشتريتها على اسطوانة صغيرة كذا. كانت موجودة على اسطوانة. في ذاك الوقت كان صوتي ما زال يعني صوت طفلة تقريبا. هل سجلتيها كذلك للتلفزيون؟ طبعا في المغرب سجلتها للتلفزيون، في المغرب العربي على العموم. لعلنا نرجع يعني إلى الوراء، إلى وراء هذه الأغنية قليلا، يعني إلى بدايتك القصية الفنية. كيف كذلك نما لديك الاهتمام بالفن وبالغناء بصورة خاصة؟ هو ابتديت أحس إنه في داخلي يعني إحساس بالفن وإحساس بالأغاني المعروفة، سواء يعني أغاني أم كلثوم الراحلة أو أغاني ليلى مراد، يعني مجموعة من المطربين والمطربات. في البيت طبعا الواحد يردد الأغاني هذه. بدايتي طبعا بالنسبة للجمهور المغربي كانت من خلال برنامج هذا طبعا بيطلع مواهب من جميع الفنون، يعني مثلا فن الرسم أو التمثيل أو الغناء أو التأليف، يعني هو جامع لامم يعني. غنيت أغنية الأطلال أم كلثوم في ذاك الوقت. هذا الكلام طبعا في أواخر 68 تقريبا يعني. وبعد أنا بعطيك باختصار يعني كيف المراحل اللي مريت منها. عملت مسلسل حلقتين اسمه مجالس الفن والأدب باللغة العربية مع ممثلين مغاربة، ومثل ما قلت لك بعدها كلها كان أغاني قومية ودينية، إلى أن ابتديت أقتحم ميدان العاطفيات إلى أن وصلت إلى عمان.
طيب، طالما نحن هنا في عمان يعني، وأنت بدأتي للأخوة المشاهدين بأغنية لقاء التي طلبت منك أن تسمعين مقطعا منها، وكانت فعلا مناسبة، لقاء الأغنية ولقاء المقابلة كذلك. لكن أود كذلك أن تطلي على هؤلاء الأخوة المشاهدين الكرام ببطاقة شخصية، وهذه البطاقة يعني أرجو أن تكون حاوية لكل شيء، فتفضلي لو تتحدثين إليهم عبر تلك الكاميرا، الاسم وكذا إلى آخره. أنا سميرة بن سعيد، مواليد 10 يناير 58، من عائلة مكونة من 9 أطفال، 5 بنات و4 أولاد، طبعا غير الوالد والوالدة. بعد ما تقيدت بقيود الزواج بعد غير متزوجة. لسه مش متزوجة يعني؟ لا مش متزوجة، رغم ما أشيع عنك من علاقات مع بليغ حمدي، لكن ربما كانت هذه العلاقات يعني علاقات صداقة فنية أو كذا. قيل إنك زوجتي من بليغ حمدي. لما يعني يصير معروف على مستوى الجمهور فأكيد بتتابعه وبتلاحقه إشاعات، معظمها بتكون إشاعة يعني كاذبة، بس من وحي خيال بعض الناس يعني. يعني كل ما قيل في هذا الموضوع كله ليس له أساس من الصحة نهائيا، وأنا غير متزوجة لحد الآن يعني. أنت قلتي أنك من مواليد 10 يناير 58، يعني عمرك في حدود 23 24؟ أيوة في الحدود هذه. قلت 10 يناير، هل تؤمنين أيضا بالنجوم والأبراج وغير ذلك؟ والله حسب ما يقال يعني، أحيانا من باب التسلية أحب أقرأ الكتب عن الأبراج يعني، لكن طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا يعني، حتى الواحد يعني ما يقدر يصدقهم 100%، لكن من باب التسلية بين الحين والآخر يحاول. ومع ذلك يعني برجك إيه زي ما يقولوا؟ أنا جدي. الجدي؟ إيه. إيش طبيعة الجدي هذه يعني؟ إيش المواصفات التي تنطبق عليك أنت؟ اللي تنطبق كيف تقرأين نفسك يعني شخصيا؟ هو في عنده محاسن إلى جانب يعني مساوئ، بس حسب ما يقال إنه محاسنهم تغلب على مساوئهم يعني. بس ما هي طبيعة سميرة بن سعيد التي هي في برج الجدي أو من مواليد برج الجدي؟ والله أنا يعني بصورة عامة يعني الكاركتر أو النوعية، تكوينك النفسي، تكوين يعني نفسي تكوين هادئ جدا يعني. هادئة؟ إذا أنت هادئة مش عصبية نهائيا يعني. هادئة واحد. بعدين يعني ما أقدر أقول يعني طيبة. أيوة. يعني أشكر في نفسي، بس هذا ما قيل عن برج الجد، وأن يعني أظن أنه بينطبق علي يعني. الناس مش أغبياء نهائيا يعني. خلينا نقسمها كذا، مثلا نقول يعني العاطفة، تخبري عن الناحية العاطفية والناحية الصحية والناحية البدنية. من الناحية العاطفية ناس عاطفيين جدا يعني. أنت عاطفية يعني تعتبر نفسك؟ طبعا ما في شك يعني. إيش اللي يعني يحرك خيالك؟ الشروق، الغروب، الفراق، اللقاء، الوداع، أي شيء، أي حدث نهار. بيحصل في حياتي إلا له تأثير معين يعني، مهما كان الحدث واختلاف نوعيته يعني. أبسط شيء بيأثر علي، وأبسط حدث بيكون عنده تأثير يعني عميق في داخلي. بعض الناس يبكون حتى من الزواج يعني، وهو فرصة سعيدة، لكن يبكون. هل أنت كذلك تبكين يعني عندما تتزوج أحد؟ والله أنا بعد ما أتزوج جايز، والله لما أتزوج جايز أبكي بعد ما أخذت التجربة هذه. لا، قصدي عندما تتزوج قريبة إليك، هل بكيتي مثلا لا بالعكس، أو تعتبريها يعني مناسبة سعيدة؟ ما أظن إنه لما يتزوج إنسان عزيز علي وإنسان قريب إلى قلبي أبكي، بالعكس أنا أفرح له. لا بس هذا جوابا على يعني ما تفضلتيه، وأنت قلتي إنه يعني كل حدث يعني يأثر فيك عاطفيا. يأثر فيه عاطفيا، لكن ما يأثر فيه يعني الحدث السعيد.
الحدث السعيد يخليني أفرح، مش أفرح. يكون عنده انعكاس يعني مناقض يعني. إذا الحوادث يعني المؤسفة تخليك تتأثر فيك طبعا كثير. تأثر فيا بشكل يعني مزعج كمان يعني. الوداع مثل الفراق، ما مدى تأثيره على قلبك؟ أنا يعني ما أحبش أفارق نهائيا يعني. حتى لما مثلا يعني أجي أودع مثلا، ما أحب أروح أودع في المطار حد نهائيا يعني، ما حصلش يعني. أحس بانقباض، ما فعمري ما وصلت أحد للمطار يعني. يعني حتى لو سفر يعني قريب يعني، خصوصا إذا كان ناس من عائلتي وناس أحبهم ولي صلة كبيرة وياهم، ما أحب إنه أتفارق حتى لو مدة وجيزة يعني. الفراق يعني ما. أيهما تحبين أكثر، الشروق أم الغروب؟ السماء التي تعطيها السحب الكثيفة والممطرة، أم السماء المشرقة؟ كل يعني كل شيء فيهم من اللي قلته الحين له يعني له انعكاس على نفسي يعني. مثلا الشروق أحس إنه الواحد ابتدى يوم جديد، وأحس بالتفاؤل بالحياة بالألوان الطبيعية يعني. بيشوف الألوان الأخضر أخضر والأزرق أزرق، كل شيء والشروق لون الشمس في وقت الشروق طبعا ما في أجمل منه يعني. بيشوف كل شيء على طبيعته. أما بالليل طبعا بحس الواحد كيف أقول يعني، بحس أنا بالنسبة لي بيعطيني انطباع بعيش مع نفسي أكثر بالليل، مع نفسي بداخلي يعني. هذا عن الناحية العاطفية اللي تحدثنا عنها. نأتي للناحية الجسمانية يعني. في بعض الستات، بعض النساء يعني، وخاصة إذا كنا عاطفيات أو خياليات أو فنانات، لا يردن أن يقومن بأعمال مثل منزلية أو أعمال شاقة كذا يعني. مثل ما نعرف المرأة الصينية تقوم من الصباح الباكر، ولو أنها عاطفية الساعة 5 تجدينها في الحقول تشتغل وتعمل وتجد. إنما بعض النساء يحبذن أن تقوم الشغالة أو الخدامة. هل أنت يعني تقومين بالمساهمة والمساعدة في إعداد الطعام، في تنظيف المنزل كامرأة يعني؟ والله حسب نفسيتي يعني. في أيام أصحى نشيطة وعندي استعداد إني يعني أعمل كثير وأعمل يعني أشتغل في البيت، وأحيانا تنتابني يعني موجة كسل يعني، الله لا يوري أحد إياها يعني. فيعني حسب الأوقات يعني. بس على العموم إنسان أحب أتحرك يعني. ننتقل إلى الفن الآن يعني بصوره المختلفة. من هم الملحنون الذين ترتاحين إليهم وتحبذين يعني أغانيهم؟ والله في أكثر من ملحن، لأنه مثل ما أنت عارف كل ملحن له أسلوب وله أسلوب خاص فيه في الجمل اللحنية ف يعني تعاملت مع معظمهم، وكل ملحن أعطاني أسلوب معين وأعطاني نوعية معينة من الألحان يعني. منها الألحان الخفيفة، منها الألحان الخفيفة ما معنى الأغاني اللي ما تتعداش 4 دقائق يعني، ومنها الأغاني الطويلة يعني. نوعيات يعني تعاملت مع مختلف الأساليب. بس لابد يا أخت سميرة يعني يظل هناك ملحن فنان ارتبطت به أكثر من غيره لوقت طويل، ربما منهم بليغ حمدي يعني. هل ما زالت الصلة بينك وبين بليغ، وأقصد بالصلة الصلة الفنية، ما زالت ماثلة وباقية؟ ما زالت طبعا مع جل الملحنين ما زالت موجودة الصلة يعني. مع الأستاذ بليغ طبعا بحكم أني أنا اشتغلت معاه في برنامج جديد في جديد، وأعمل لي في البرنامج هذا أكثر من 15 لحن طبعا، لأنه هذا البرنامج استعراضي يعني برنامج منوعات، فعملنا أكثر من 15 لحن. وبعدها اشتغلنا عملنا شريط كاسيت فيه 9 أغاني، طبعا كلها نوعيات خفيفة يعني، مش من الأغاني الدسمة يعني. فطبعا كل ملحنين أظن يعني ما فيش حد يعني أفضله عن الثاني الحقيقة يعني. مش حتقول لي هذا جواب دبلوماسي، بس هو هذا الواقع يعني.
ما في تزييف يعني. ما هي الأغنية التي أحسستي وأنت تغنينها أنك يعني غنيتيها بوجدان وبمشاعر يعني فياضة ومشاعر عاطفية ومن القلب، يعني من سويداء القلب؟ هو الحقيقة ما فيش يعني أغنية معينة أديتها يعني بإحساس أكثر من غيرها. هي الأغنية اللي أحس بيها بغنيها يعني. فإذا طبعا ما حسيت بيها ما أقدر أوصلها للناس، ما أقدر أنطقها حتى يعني. طيب لو سألنا الجمهور مثلا، يعني إيش رأيك لو يعني لابد أنك سمعت بعض الناس يقولوا يعني هو الفنان مثل ما تفضلت، يعني سواء كان يعني مؤلف موسيقى أو مغني، شايفه كيف، أو شاعر أو نحات أو كل شيء يعني، أو رسام، لما تقولي لهم أي أعمالك أحسن، يقول والله كلهم واحد، أنا عملتم هذه الأعمال عملتها من القلب. ولكن هذا الفنان قد يسمع كلام من الناس، يعني من المشاهدين، من الجمهور، من المستمعين كذا، يقال له يعني يبلغ انه والله الجمهور معجب بالاغنيه الفلانيه ترى اكثر. فايش احسستي انت من الجمهور يعني على مدى هذه السنوات الفنيه؟ اي اغنيه حبذها منك اكثر من غيرها؟ هي طبعا في يعني في اغاني يمكن انا احس بيها ويكون احساسي فيها مش مزبوط، يمكن ما تنال اعجاب الجمهور، ويمكن اغنيه انا ما اكون يعني رضاي عنها، يمكن يعني ناقص شويه بس يكون زايد عن الجمهور الناس يعني. احيانا الواحد يخطأ يعني، او الترمومتر بتاع يعني الاحساس بتاع الفنان يخطأ، مش دائما يكون مصيب. بالنسبه يعني لتجربتي الفنيه وما حسيته من تجاوب الجمهور بالنسبه لبعض اغانيه، حسيته في اول اغنيه اللي هي لقاء، اللي غنيتيها قبل شوي. أيوة. حسيته في أغنية مغلوبة. أنا كنت أريد أقول لك عن الأغنية الثانية كذلك، هذه مغلوبة، خاصة هنا في عمان، يعني كثير من الأخوة والأخوات صراحة، المشاهدين والمشاهدات يحبوا طلبها ومشاهدتها عبر التلفزيون أو الإذاعة. ويعني سمعت أنا كثير أنه غنيتيها أنت بإحساس يعني، وشاهدتها بنفسي يعني كمشاهد. فهذه تكون فرصة كذلك يعني مناسبة وجيدة أمام الأخوة والأخوات المشاهدين أنهم يستمعوا إلى سميرة بن سعيد وهي تغني يعني أفضل أغنية لديهم مش لديك، وهي مغلوبة، وبدون آلات موسيقية، وبدون يعني تمثيل استوديو يعني زي ما سجلتيها على الطبيعة، يكون من القلب إلى الآذان، إلى القلب، أو من القلب إلى الأعين، وثم إلى قلوب الأخوة المشاهدين والمستمعين. حاضر. وادي وادي خدو مني قلبي، ما بقالي احكم عليه، ما بقالي احكم عليه. سرقوه يمي والداوى، ممتي والداوى، أمي والداوى، سرقوه يمي والداوى. حالي الله حالم بي، حالي الله حالم بي. كمان مش كفاية. كيفاش نصبر ونداري، كيفاش نصبر، أنا يمي مغلوبة، وأنا يمي مغلوبة بين الناس، شعخباري كيفاش نصبر. أمي ما تعيب التوبة، أمي ما تعيب التوبة. صبارة أمي صبارة، أمي صبارة، يا أمي صبارة، لكن ما بدي حيلة، لكن ما بدي حيلة. الله عظيم. الأغنية هذه من كلمات من؟ وأعتقد أنها من كلمات كاتب مغربي لا شك. أكيد يعني أكيد. هي من كلام الأستاذ أحمد طيب العلش،
ألحان الأستاذ حسن القدميري، وعزف الفرقة الوطنية المغربية بالرباط، الفرقة يعني الرسمية الموجودة. الموسيقية عفوا من الوطنية بالرباط يعني. لا اللي لحنها يعني حسن القدميري. حسن القدميري. والفرقة بقيادة عبد القادر الراشدي. على فكرة الأغاني المغربية يعني لها طابع خاص، وبصراحة يعني الأخوة هنا في الخليج وفي دول المشرق يعني يحبوها كثير. فيها نوع يعني من لها أسلوب معين. نعم. لها إيقاعات معينة تختلف، لها روح يعني مميزة. لما تسمع الأغنية المغربية تحس أنها لها شخصية محددة ومعروفة. يعني على طول أول ما تسمع أغنية مغربية في الإذاعة تعرف أن هذه أغنية مغربية، فلها إحساس معين يعني. وخاصة إذا هذه الأغنية كانت يعني على نطاق المملكة المغربية أو بما يدور هناك، مثل أغنية الإدريسي، محمد الإدريسي في أغنية اسمها بنت بلادي زينة والله زينة، تعتبر من التقاطيق المغربية يعني. محلاها تلبس إيش حرير وتدير الحنة في يديها وكذا يعني. هل أنت حاولتي تغني كذلك أغنية يعني عن التقاليد هناك أو عن البنت المغربية أو شيء من هالقبيل؟ والله يعني أظن إنه اختصاصي أنا عاطفيات يعني. يعني ما تطرقتش لمواضيع يعني غير اجتماعية أو سياسية أو وطنية. لا، عملت أغنية في مهرجان اليوروفيجن، أغنية اسمها بطاقة حب. الأغنية تتحدث عن أطفال اللي ينشدون السلام للعالم، والأطفال اللي يتمنون أن العالم يفضل عالم سلام وعالم محبة. هذه بمناسبة أعتقد بإشراف يونسكو وكذا عملوا مرة. لا، مهرجان اليوروفيجن يعني. طبعا المغرب هو عضو من أعضاء يعني أو هو عضو في شبكة الأوروفيزيون. التلفزيون الأوروبي يعني. التلفزيون الأوروبي مثلنا، مثل تونس، مثل الأردن، مثل معظم تقريبا الدول العربية. وين أذيعت أو وين بثت هذه الأغنية؟ هذه يا سيدي كان في مهرجان مثل ما قلت في الدنهاغ في هولندا. شارك فيها أكثر من 19 دولة من دول العالم، من دول أوروبا، وإحنا كنا أول دولة عربية ومسلمة تشارك في هذا المهرجان. يعني ما في حد شارك في إذن شاهدوك كذلك الناس في أوروبا يعني. أي تقريبا أوروبا كلها تقريبا كانت بتتفرج على المهرجان. هل يعني عملتيها الأغنية هذه أو الموسيقى عملها بطريقة تتماشى مع الذوق الأوروبي؟ يعني هي فيها يعني فرانكو أراب يعني تقريبا نفس النوعية ونفس الأسلوب. طبعا مش من السهولة إنه الواحد يقدر يقتحم الأذن الأوروبية، لأنه مش متعودين على نوعية أو أسلوب الغنى عندنا يعني. صعب، مش من السهل يعني. إحنا تعودنا طبعا على الغناء الغربي، لأنه من زمان نسمع عن أكبر الموسيقيين عندهم في ألمانيا، مثل بيتهوفن، مثل يعني سمعنا أو كبرنا وإحنا بنسمع الأغنية الغربية. بس هم ما مش متعودين أو بالنسبة لهم شيء غير مؤتلف، فمن الصعب إن الواحد يعطيهم مثلا قصيدة طويلة عريضة يسمعهم للأذن الأوروبية. طبعا بالنسبة لهم شيء غير يعني مش يعني كأنه شيء نشاز بالنسبة لهم. فلازم الواحد عشان تدريجيا يعودهم على الأغنية العربية لازم يدمج فيها نوع من الروح الغربية. هذا هو. إذن أنت شوقتيني الآن إلى سماع هذه الأغنية. أنا عارف يمكن يكون الصعوبة يعني تقديمها بدون موسيقى ويمكن استعملتوا فيها الجيتار الغربي وكذا إلى آخره. فيها استعملنا فيها أكثر من من آلة غربية. مع ذلك يا ريت لو تسمعينا مقطع منها كذلك. طيب. احنا أطفال كل دنيا طالبين عيشة راضية هانية، ما فيهاش حقد ما فيهاش نار ولا خصام بين جار وجار، ما فيهاش ميز بين الألوان والأصل واحد والكل إخوان، ما بغينا حروب ولا آلام طالبين حياة كلها سلام. يعني بالنوعية جميلة طبعا في نوعيات كلمات يمكن هذا الموضوع الوحيد تطرقت له يعني كموضوع يعني يمس الإنسانية جمعاء يعني
يعني طبعا العالم اللي بنعيشه هو عالم صراعات، يعني على مختلف أنواعها يعني. فطبعا كأولا كواحدة عربية، مطربة عربية، وككلام يعني بيسمعوا العالم كله، كان طبعا له أهميته وله وقع عند الناس يعني. الفنان العربي في وقتنا الحاضر أين هو موقعه بالضبط؟ ما هي المشاكل التي تواجه هذا الفنان وكيف يستطيع التغلب على هذه المشاكل؟ الفنان العربي مشكلته وكيف يجب أن يكون، وما هي المشاكل التي تعترض سبيله؟ والله بالنسبة للفنان عامة، أو يعني فنان مطرب أو مطربين، أنا أريد كل عن واحد أنا أريد عن له المطربين، مشاكل عن المطربين المطربين. المغنيين فقط. مشكل المطرب أو المطربة في البلد العربي هو مشكل الجديد. كيف يعني يستمر في إعطاء الجديد للجمهور، هذا هو مشكلة المطرب، يعني مشكلته الأزلية. طيب إيش ينقصه هذا المطرب؟ الكلام، يعني طبعا اللحن؟ التجديد في كافة مجالات الأغنية، من ناحية الكلام ومن ناحية الألحان. وطبعا إذا اكتمل التجديد في العناصر الثلاثة، فأكيد حيفضل استمرارية المطرب، حتفضل دائما موجودة. أنا ما أعتقد بصراحة أنه في نقص يعني في المادة الكلامية. يعني هل غادر الشعراء؟ أنا ما أقول إنه في نقص، بس مش دائما الواحد يلاقي كلام ناجح أو كلام جديد بمعنى كلمة التجديد. يعني قصدك كلام يوازي تطور العصر؟ أيوة، يعني يكون كلام يعني بعيد عن التكرارية، يعني لأنه في أكثر من الآن نعيش عصر التكرار يعني بالنسبة للأغنية العربية. ما فيش كلام جديد، ما فيش واللحن متقارب قصدك كذلك؟ لا، اللحن ممكن ينوع، ممكن طبعا. أقول لك يعني كله حسب الاجتهاد المؤلف والملحن. للأسف الاجتهاد في محاولات للتجديد، ولكن محاولات يعني بين النجاح وبين الفشل، يعني بعد ما أخذت يعني ما وضحت الملامح يعني. كذلك هناك أخت سميرة، الأغنية الغربية استطاعت يعني فعلا أن تنتقل إلى خارج حدودها وأن تصلنا في أقطار العربية، بل وفي أقطار أخرى نائية عن يعني قارة أوروبا وعن دول الغرب. الأغنية العربية يعني قليل من الفنانين استطاعوا أن يظهروا، واستطاع الغرب أن يستمع إلى أغانينا العربية. أنت ذكرت قبل قليل أنك غنيت أغنية يعني وبثت من تلفزيونات أوروبا. هذا شيء بصراحة جيد ويعتز به الإنسان العربي. كويس أن الشعوب يعني بعضها بعض تتعارف عن طريق الفنون والآداب وغير ذلك. فما هي العقبة الكأداء التي تقف في طريق الفنان العربي تحول يعني دون إيصال أغنيته إلى مسامع الناس، سواء دول أوروبا أو أمريكا أو شرق آسيا واليابان وغيرها؟ أولا في أكثر من نقطة يعني عشان يعني نتحدد حدود العربية ونوصل إلى المستوى العالمية، نوصل بموسيقانا لمستوى العالمية ولمستوى العالم أجمع. هو مسألة طبعا نقطة رقم واحد مسألة التطويل في الأغاني عندنا، يعني شيء مرفوض نهائيا في العالم أجمع. يعني بالنسبة لهم مستحيل مطرب أو مطربة يفضل على المسرح 3-4 ساعات وفي أغنية واحدة. 3-4 ساعات بالنسبة لهم ممكن يقدم مجموعة أغاني على مختلف نوعيات ومختلف أساليب فشيء يعني مسألة التطويل عندنا في الأغنية العربية شيء ملغي نهائيا بالنسبة لهم، يعني شيء غير مقبول. يريدوا شيء قصير، يعني قصير ومفيد. يعني نوعيات، يعني 4 ساعات يفضل يسمع أكثر من نوع وأكثر من أسلوب في الأغنية، يعني في تنويع. ثانيا طبعا في الأغنية العربية تتميز بشيء واحد اللي يمكن بالنسبة لهم بعد الأغنية العالمية أو الغربية ما استطاعت تفهمها كويس. هو إحنا عندنا ربع تون. ربع تون هذا مش موجود في الأغنية العالمية، موجود فقط في الأغنية العربية. فبالنسبة لهم الربع تون ده شيء يعني مش متعودين عليه، شيء
بالنسبة لهم كأنه لما يسمعوه كأنه شيء نشاز يعني. قبل ما تروح هذا ربع تون يعني عنا انت دخلتي في النقطه اسمها ربع تون، وهذه بصراحه انا غريب عنها يعني. وهي يعني تعبير فني جدا. يعني. فحبذا لو شرحتي برضه شوي للاخوه المشاهدين والمشاهدات. يعني هو مسافات يعني في النص تون او التون العادي اللي بيشتغل فيه المسافات الموسيقيه، مسافات كعنوته والاشياء. يعني مثلا لما الواحد يمسك عود يعني السلم العادي الموسيقي هو دو ري مي فا سول لا سي. في عندهم البيمول، هم في الموسيقى الغربية في عندهم البيمول اللي هو زايد ناقص نص درجة، والدياز اللي هو زايد نص درجة. طبعا صعب، من الصعب ان الواحد انه لو كان معايا آلة كان ممكن اشرح يعني اكثر. بس احنا عندنا الربع تون اللي هو بين النص تون والمسافة كاملة. اذا النقطة التي تحول دون وصول اللغة العربية الى العالم الخارجي تعتقدين انها الاطالة يعني التطويل طبعا بس بشك. او في اشياء ثانية كذلك؟ وفي هذا الموضوع لازم يعني مسألة وقت عشان يتعودون مثل ما احنا تعودنا على موسيقاهم. لازم يعني شوية وقت عشان ممكن نوصل بموسيقانا على الأقل يعني لمستواهم يعني. وكذلك يعني التبادل البرامج بين الدول العربية وغيرها والإعلام قصدي يعني. طبعا ما في شك بيلعب دور. يعني مهرجان مثل هذا المهرجان لو كان يقام يعني باستمرار، ولو كان الدول العربية بتشارك فيه بصفة أو بطريقة مستمرة، طبعا ممكن من خلال المهرجان هذا يعني، ولو المهرجان هذا يقام كل مرة في كل سنة على الأقل نقدم له نوعيات أسلوبنا في الغناء. طبعا طريقة وسيلة إعلام طبعا جبارة عشان تسمى موسيقانا للعالم. شيء ثاني ذكرتي، تفضلتي انك ذكرتي يعني عن موضوع الإطالة وكذا غير مستحبة عند الغرب، لكن هذه التطويل يعني في الأغنية أو حتى في القصيدة، كان العرب القدامى يقفون في سوق عكاظ ويقرؤون القصائد المؤلفة من أكثر من 1000 بيت يستمعون إليهم. كانت أم كلثوم إلى حد قريب يعني تقف وتغني لساحات طويلة لغاية الآن يوجد مطربات يعني. وكان الناس يحبون التطويل. هل ما زال العالم العربي أو الأذن العربية يعني أذن الجمهور المتذوق الفن يحب التطويل في الأغاني أم يحب أن تكون مختصرة ومفيدة؟ والله طبعا الناس أذواق، وإحنا طبعا كأمة عربية اتولدنا على يعني أول ما فتحنا عينينا فتحنا على سيد درويش وعلى القصبجي وعلى الراحلة أم كلثوم وعلى الأستاذ عبد الوهاب. طبعا يعني التطريب يا ليل يا عين يعني أثرت في نفوسنا وفي أرواحنا. بس إحنا شفنا ناس قبل سيد درويش يعني كأمة عربية، شفنا معبد وزرياب وذات الخال أيوة أقول لك يعني هذه أشياء ورثناها عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، فمن الصعب يعني إن إحنا نتجرد عنها في منتهى البساطة ومنتهى السهولة ونبعد الآهات والإعادات والتطوير. هذا شيء يعني تولد فينا وتخلد يعني أنت معانا. مع التطويل في الأغنية محل عربيا قصدي. أصل مرحلة يعني انتقال من مرحلة لمرحلة صعب جدا يعني. فيعني بطريقة مفاجئة تفاجئ الناس إنك تلغي شيء، يعني تلغي ماضي كله بكل حضارته وبكل تراثه وتجيب شيء جديد. طبعا ما حد حيتقبله، لكن يمكن بعد 1000 سنة يمكن الأغنية العربية تصير فيها شيء يعني يصير أسلوب ثاني غير. عموما متطلبات العصر الحديث يعني تجعل الإنسان ما عندوش وقت حتى يقعد ويستمع إلى أغنية طولها ساعتين، يعني يكون الناس مشغولين بأشياء في ذاك الوقت. أما الآن يعني ما زال الأغنية الطويلة لها معجبين ولها عشاق، وما أظن إنها يعني انقرضت نهائيا، يعني بعدها موجودة وبعدها فارضة نفسها. أنت مع الأغنية الطويلة؟ أنا يعني طبعا كإنسانة يعني أحب الطرب وأحب الغناء، فيعني التطويل والآهات ويا ليل يا عين يعني بعدها موجودة فيا وفي أي واحد من سني يعني. كلمات أغانيك أخت سميرة هل تحبين أن تكون مغربية صميمة يعني أم مصرية باللغة الدارجة أم عربية بالطريقة الشعرية الفصحى يعني؟ والله كلمك بصراحة
أنا غنيت اللون المغربي، وغنيت اللون الشرقي، وغنيت خليجي. خليجي. يعني أنا باخدها من وجهة، يعني من وجهة نظر، يعني أني أنا إنسانة عربية قبل ما أكون محددة بأي وطن أو بأي لهجة معينة. ممكن أغني مغربي كما أني ممكن أغني مصري. يعني ما عنديش التعصب للهجة معينة أو للغة. يعني طبعا اللغة العربية لغة الأم، يعني هي الأصل، بس ما عندي تعصب للهجة المغربية لأني أنا مغربية، أو عندي تعصب للأغنية المصرية لأني غنيت الأغنية المصرية. إحنا طبعا المطرب هو أو الفنان بصفة عامة، يعني مثل ما الساسة بتاع الأمة اللي بيطالبون بالوحدة العربية، كمان المطرب أو الفنان لازم يدعم هذه الفكرة، وما يكون عنده تعصب لأي بلد دون الآخر يعني. إذا غنيتي أنت أغاني كثيرة يعني. إيه. إيه. بس ما قلتي لنا أي نمط من الكلام يعجبك أكثر، ترتاحي إليه أكثر يعني؟ فهمت إجابتك. بس إيه. الكلمة ترتاح يعني الأغنية اللي ترتاحي إليها أكثر. والله أرتاح لمعنى الكلام أكثر. يعني لو حسيت إنه أي سواء كانت بالمغربية أو يعني لازم يكون كلام فيه شيء أو فيه نوع من الدسامة يعني الفنية أو العمق يعني. يعني مش ماليش يعني ميول ناحية لهجة معينة يعني. لابد عبر هذه السنوات القصيرة الطويلة من الناحية الفنية تبرز يعني أمامك أغنية أعجبتي بها، أو يعني عجبتك كلامها من ناحية الكلام على الأقل، فياريت لو تغنين الآن أغنية تختارينها للأخوة المشاهدين. أغنية لي أنا أو لغيري؟ والله الاثنين معا، واحدة إلك وواحدة لغيرك. أنا يعني دائما آخر أغنية بتكون عندي هي أعز واحدة. إذا نخلي الآن الاستراحة هذه استراحة بالنسبة لي أنا، يعني بالنسبة للأخوة المشاهدين، أما بالنسبة لك أنت فمواصلة كلام في كلام. خلي الاستراحة هذه عموما تكون أغنية إلك أنت، وفي استراحتنا الثانية بعد ما نتحدث بعد قليل إن شاء الله ستغنين أغنية كذلك لفنان آخر. إيش رأيك؟ طيب تفضلي. إيش الأغنية اللي بتغنيها؟ قلتي آخر أغنية لك هي أحسن. إيه تقريبا. إيه عندي أغنية عملتها في القاهرة اسمها سيداتي آنساتي سادتي. هذه آخر أغنية عملتها. الكلمات تقول الأول: سيداتي آنساتي سادتي، في كلمتين حتسمعوا قصتي. في يوم كذا شهر كذا سنة كذا قرر أعز الناس اغتيالي، اغتيال قلبي حبي ذكرياتي أغنياتي، اغتيال أجمل سنين في دنيتي. الله. مين كتب الكلمات؟ كتب الكلمات ابن النيل. مصري؟ مصري طبعا. ابن النيل مش يكون مصري، يمكن يكون سوداني لذلك عندهم نيل. اي ألحان الأستاذ بليغ حمدي. هل ابن النيل كتب هذه الكلمات بواعظ منك شخصيا؟ لا. هل يعني استعرضتي له بصراحة قصة يعني قصة عاطفية؟ لا هو مش مرتبط أو قصة اغتيال حب مثلا حدثت؟ مش مرتبط بأي حدث، يعني حدث على مستوى شخصي نهائيا. يعني هي مجرد يمكن هو معاناته الشخصية، أو ربما معاناة آخرين، أو معاناة آخرين، معاناة أي إنسان يعني ممكن كثيرون يغتال حبهم يعني. أكيد كثير طبعا. من الناس يغتال حبهم. ما في شك. سيداتي سيداتي آنساتي سادتي ترتا، في كلمتي حتسمعوا قصتي، كلمتين. في يوم كذا شهر كذا سنة كذا قرر أعز الناس اغتيالي، اغتيال قلبي حبي أمالي ذكرياتي أغنياتي
فرحتي اغتيال أجمل سنين في دنيتي. ده مجرم ده. شايف؟ انت مقيمة في الرباط الآن أعتقد، أنا أو في ولدتي الرباط. في الرباط. إيه أنا في الرباط، ولدت في الرباط ومقيمة الآن في الرباط. تعرفي إنه الفنان مثلك لابد أن يكون يعني عدد كبير من الجمهور يعتز فيك ويود أن يستمع إليك، إلى أغانيك عبر الإذاعة، التلفزيون، حفلات. تقيمي حفلات أنت أحيانا يعني في المغرب؟ يعني بين الحين والآخر بعمل حفلات، لكن مش بطريقة مستمرة، يعني بحكم تنقلي طبعا المستمر، فمش دائما بكون متواجدة في الرباط. على كل المستمع العربي هذا أو المشاهد العربي يود كذلك أن يتعرف يعني عليك بصورة يعني أقرب، وذلك عن طريق المراسلات وكذا إلى آخره، توجيه رسائل، بطاقات معايدة، شيء من هذا القبيل. هل تمانع يعني من إعطاء عنوانك الكامل للأخوة المشاهدين؟ لا بالعكس، خاصة في سلطنة عمان هنا يعني تواقين ويحبوا المراسلة والتعرف على إخوانهم وأخواتهم في الدول العربية. أهلا فيهم، بالعكس حيكون يعني شرف بالنسبة لي إنه أتلقى رسائل من السلطنة، لأنه عشان على الأقل يعني يصير في يعني صلة مباشرة بيني وبينهم، أو فما عندي أي مانع، بالعكس بكون سعيدة جدا لو كتبوني، ما عندي إطلاقا أي. إذا ما بقى شيء إلا تملي لهم العنوانات. طيب خليهم بس يحضروا قلم وورقة على الأقل، يعني لا لبين ما يحضروا عندي فكرة. طيب أحسن عشان القلم والورقة. يا ريت لو نتوقف عند المحطة الثانية، وهي أغنية كنت نوهتي عنها أنت قبل قليل لفنان آخر، يعني تودين أو أحببتي ترديدها سواء لفنان أو لفنانة، وتكون الأغنية هذه يعني معروفة، يعني في العالم العربي كله، أنا أو أغنية مشهورة عندي، أو قولي لي مجموعة من الأغاني وأنا أختار واحدة اللي أعرف المشاهدين في عمان أو المستمعين يعرفوها أكثر. أقول لك أنا عندي حب خاص للمرحوم عبد الحليم حافظ. فلو تواجدت أي أغنية بتاعته أكون سعيدة جدا، يعني مثلا قارئة الفنجان، أو إيش يا سميرة نسيت. فوق الشوك، أهواك، فوق الشوك، أو فوق الشوك، أو أهواك، أي واحدة تحب، أي يعني اللي متواجد، يعني أي أغنية لعبد الحليم تسعدني. لا بس إحنا نريدك أنت تغنيها بصوتك. إيش هي الأول؟ أغنية لفنان آخر، يعني احنا مش عايزين نهديكي بقى أغنية لعبد الحليم. كنت فاكرة عايزين تهدوني يعني. نهديكي على عينه وراسه، بس كذلك نريد نسمع منك أغنية لعبد الحليم أو لفنان أو فنانة أخرى عربية غيرك. طيب ما دام احنا في سيرة عبد الحليم يعني. وأحسن نبدأ، لأنه أخاف الأخوة المشاهدين والمشاهدات حضروا يعني أقلامهم وأوراقهم. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت تبقى فتاك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فكراك ارجع تاني يا هواك. ليش وقفتي؟ عشان حضروا خلاص. طيب العنوان إذن 79. احنا عندنا نظام زنقة عوض شارع، بنقول زنقة مسفيوة. زنقة ايش؟ مسفيوة. ميم هذه كلمة ولا كلمتين ولا ثلاث؟ لا كلمة مع بعض. ميم سين فاء واو ياء تاء. فيلا العش الهادئ، الحي الإداري الرباط، مغرب طبعا. تلفون 514559. شوي عليهم بس. أكيد نقلوها دلوقتي. 514559. 514559. قصتك مع الأغنية الخليجية كيف بدأت؟ وأعتقد أنت غنيتي لفنان واحد
غنيت لجابر جاسم. جابر جاسم، إيه. غنيت له يمكن 4 أغاني تقريبا، أغاني يعني حقيقة ضاعت مني لأنه صار لي مدة طويلة ما غنيتها للأسف يعني، فحتى كلامها ضايع مني يعني. طيب. بقيت واحد ما تقول لي غنيها الله يسلمك. لا خلاص، ما حفظ الكلام ما يخالف. بس سؤالي أخت سميرة هو كيف وجدتي يعني اللهجة الخليجية تختلف كثير طبعا عن المغربية؟ طبعا تختلف اختلاف شبه كلي يعني. طبعا انتوا مثلا هنا في الخليج يقولون الجيم يرجعوه ياء يعني، مثلا مش عارفه اذا كان هنا في السلطنه نفس الموضوع يعني. بعض البدو كذا يقولوا يمل بدل جمل مثلا. اليمن. رجال يقولوا ريال مثلا. يعني مجموعه كلام يعني يعتبر طبعا اختلاف بالنسبه للهجه المغربيه. لكن انا وانتم تقولوا وخا كذلك، حاجه غريبه علينا كثير وخا. عندنا اكثر من كلمه غريبه، مثل وخا، مثل مزيان بزاف. يعني اكثر من كلمه تعتبر يعني غريبه بالنسبه للخليج وللشرق على العموم يعني. عموما انت تاخذ اول اغنيه من الفنان هذا الخليجي مثلا يعني على كاسيت، تستمعي اليها في الاوتيل عده مرات وبعدين تاتين وتغنيها، ولا كيف؟ يعني او تكتبيها يعني؟ اول كتابه طبعا. وبعدين سمعت المؤدي كيف بيطلع مخارج الحروف. طبعا مع إعادة أكثر من مرة استطعت أني أنا أملك شوية طريقة الكلام. أنت شرفتينا بزيارة قبل كذا يعني، قبل الأيام هذه لعمان في أحد احتفالاتها الوطنية، أليس كذلك؟ لا طبعا. من حوالي كم سنة؟ أفتكر من 4 سنين، في أواخر 77 على ما أظن يعني، إذا ما ذاكرتنا خانتني يعني. والآن يعني تشرفينا مرة ثانية. عموما يعني عمان بلدكم، بلد أي إنسان عربي يعني. فنرحب يعني فيكي، ونود أن تقولي لنا الفرق الذي لمستيه ولاحظتيه من تلك السنة الآن. طبعا يعني في أواخر 77 زرت السلطنة مثل ما قلت. أول ما وصلت آخر مرة هذه من المطار لاحظت إنه في تغيير، أو تغيير يعني كبير يعني بالنسبة لمسقط بالذات. يعني لاحظت إنه العمران ازداد في البلد، وإنه في بنى بشكل عظيم جدا يعني. إن المدينة كبرت يعني، وحتى الأسواق نفسها تغيرت عن زمان يعني. يعني يمكن أنا أرجع كمان 5-6 سنين ألاقي اعتاني يعني في نهضة غير، لكن في تغيير ما في شك. عن 77 تغيير كبير يعني على مستوى كبير جدا. هذا بالنسبة للتغيير يعني المادي، إنما التغيير المعنوي إيش لاحظت يعني في طبيعة يعني لما استقبالهم لك وكذا؟ والله الطبيعة ما اختلفت نهائيا يعني. نفس الوجوه الطيبة اللي قابلتها في أول زيارة، ونفس البسمة ونفس الحفاوة. والله يعني ما افتقدتهم نهائيا حتى في زيارتي هذه يعني. شكرا لك. هذا مش أقول لا مجاملة ولا لأني في بلدكم، بالعكس هذا شيء بقوله منتهى الصدق يعني. على كل نشكرك، ونود في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع معك أن يعني تقولين كلمة، أي كلمة تودين توجيهها عبر شاشة تلفزيون عمان. هذه الكلمة يعني ربما تكون عن الفن، ربما تكون عن أي شيء آخر، فالمجال يعني مفتوح أمامك. ثم بعد إذنك نطلب منك أن تختتمي هذا اللقاء بكذلك أغنية تقولينها أو ترددينها أو تصطحين بها لعشاق صوتك الرائع. أولا طبعا يعني كلمتي بالنسبة للشعب هذا البلد العظيم المضياف هي كلمة حب، وكلمة مودة لكل الشعب العماني، وتمنيات بالازدهار إن شاء الله يعني. ونتمنى إن سنة عن سنة البلد تزدهر، والشعب يعني يكون في أحسن يعني أحسن صحة وأحسن مكان إن شاء الله. طبعا ما أتمنى لهم إلا يعني
ما لي شيء ثاني أقولها إلا الكلام يعني. الأغنية؟ أو أنت أعطيتينا عن الكثير، إحنا كنا نريد عن الفن، فيا ريت لو كذا تتحدثي عن الفن قبل الأغنية، يعني أي حاجة عن الفن وعن عن الفن. ايش تبيني اقول لك عن الفن؟ الفن بالنسبه لي انا يعني عن الفنان العربي خلينا نقول بصوره عامه. يعني نصيحتك للفنان العربي، والله نصيحتي انه الفنان يعني يتجاوز الحدود العربية إلى العالمية. طبعا هذه أمنية طموحة، وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى ما بيعز على عباده أي شيء يعني. فمثل ما استطاعت الأغنية الغربية أن تقتحمنا إحنا كعرب، نستطيع في يوم من الأيام نحمل الأغنية العربية ونطير بها إلى العالم، إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى كل العالم، وكل العالم يعني يفهم مغنانا وغنانا وموسيقانا. طبعا هذه أمنيتي بالنسبة للفن. البداية كانت لقاء خليتي، النهاية هل ستكون ما يصير فراق إن شاء الله تكملة للقاء؟ هل ستكون تكملة للقاء أم ستكون فراق؟ لا، إحنا إن شاء الله ما يصير بيننا فراق، إحنا على اتصال مستمر بإذن الله، وسيكون لقاء آخر وآخر إن شاء الله بإذن الله. خليها تكملة للقاء إذا كان إذا تريد يعني. لما عيوني ترارا شاف عيونك الأول مرة ترارا تتارا، لقيت حياتي أجمل من اللي كانت بألف مرة ترارا ترارا، والقلب اللي سكنتيه فرشت نجوم وقمرة ترارا، والقلب اللي انت فيه فرشت نجوم وقمرة ترارا، كيفاش تلاقينا سؤال ما عرفت جوابه. شكرا يا سميرة بن سعيد، ونرحب بك مرة ثانية في عمان، ونرجو لك من أعماق قلوبنا كل التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله وكل النجاح. شكرا. وشكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على إصغائكم إلى هذه المقابلة، بل إلى هذه السهرة الفنية، ونرجو أن نكون قد وفقنا في نقل حديث الأخت الفنانة القديرة سميرة بن سعيد إليكم. نرجو لها التوفيق باسمكم جميعا، ونشكركم مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.